اثنين شغلتين، أمرين لا تعتذر من عندهم. شنو هن ذني؟ أولا لا تعتذر من طاعة الله عز وجل، هذا موجود في الروايات عندنا، لا تعتذر من طاعة الله. يعني رحت سويت عمل بر لأمك أو الأبوك أو الأخوك واعترضت عليك المرأة، يصير هذا عندنا مع الأسف الشديد، يصير بعض النساء تفعل هذا، بعض النساء تفعل هذا، تزعل شلون رحت كذا، شلون مشيت وياه، شلون صار لك يومين وي أبوك أو وي أمك، أنا ما أقبل. إياك أن تعتذر، أنت ما أخطأت الآن، أنت في طاعة الله، صلة الأبوين، صلة الأرحام، خصوصا الأبوين الأم والأب. إياك أن تعتذر. تزعل مرة ومرتين وعشرة، هي مستعدة تتقولب وياك بهذا، أهلا ومرحبا، ما مستعدة مشكلتها. إياك أن تعتذر أبدا، طاعة الله هذه عز وجل. الأمر الثاني اللي وارد في الروايات لا يعتذر منه، لا تعتذر لمن لا يجد لك عذرا. شنو ذولا ياهم؟ بعض الناس اللي تعتذر، تبوس ايده، تبوس راسه، ترجع مرة ثانية تعتذر، مرة ثالثة تجيب ناس، تخابر، دز رسائل، خافوا ما يقبل لك عذر. هذا الإسلام يقول لك أنا ما أعطيك صلاحية ذل نفسك. فوض الله عز وجل للمؤمن يفعل ما يشاء في نفسه إلا الذلة، ما فوض الله للمؤمن أن يذل نفسه، حرام، لا تذل نفسك، لا تعتذر أصلا. ليش؟ لأن هذا مثل ذولاك، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تعتذر ما تعتذر النتيجة واحدة، فلا تعتذر أفضل بس. وإلا يجب أن تعتذر، ويجب عليه أن يقبل العذر.